في اطيب من صحن بطاطا حاره لبنانيه وجنبها هيك رغيف خبز محمر ومسقسه بالدبس الرمان والدبس الفليفله، يا سلام والله ما في اطيب من هيك صحن مقبلات. الا بسم الله ونستمتع. بسم الله. الله، ولا اطيب من هيك. اول شيء بدنا نجهز كيلو من البطاطا، قولي يا رب. وبدنا نبلش نقطعهم بسم الله لمكعبات الحجم تقريبا. ومن بعد ما قطعناهم وعملنا لهم غسلتين ثلاثه، هلا بدنا ننقعهم بمي بارده لمده نص ساعه. بسم الله. وحمينا زيتاتنا يا حبايب وصفينا البطاطا كثير منيح، وخلص وقت نسمي بالله ونبلش نقليهم. بسم الله. وهيك البطاطا تحمرت عنا وطالعه ولا احلى من هيك. بنجيب طبعا رغيفين من الخبز وبدنا نبلش اول شيء ندهنهم بشويه دبس فليفله. بسم الله. وبدنا ننزل عليهم بالقليل من زيت الزيتون. بسم الله. واكيد اكيد بدنا شوي من دبس الرمان وخربطهم مع بعض يا معلم كثير منيح. وعلى مولاي حامد بدي بلش انزل بشويه زيت زيتون لحتى نبلش نحمص خبزاتنا، وبس حمصنا خبزتنا بنشيلها وبنرجع بننزل شويه زيت زيتون. بسم الله. وعلى زيت الزيتون بدنا ننزل بثلاث اسنان توم. بسم الله. وبدنا معلقه كبيره من دبس الفليفله. وبالنسبه للبهارات بنحتاج نص معلقه كبيره من الكزبره اليابسه. بسم الله. ربع المعلقه من الفليفله والملح حسب الرغبه. وحمص حمص يا معلم. يا سلام على روايح، بس اجتمع الثوم مع الكزبره بيعطي نتيجه خياليه. وهلا اجى وقت ننزل البطاطا معه لحتى تاخذ تحميصه كثير مرتبه مع التبله. حمص حمص يا معلم. يا سلام. كخطوه اختياريه يا حبايب بدنا نعصر معنا عصير نص ليمونه بيعطي طعم بيشل. وهيك بكون ما ضاعنا غير نختم بشويه كزبره خضراء وبقدونس.